ميعاد مدرستك فاضل عليها 10 دقايق، يلا قومي. ماما انا مش طايقة اروح المدرسة. لا يا بنتي قومي دلوقتي البسي وروحي، ولا اقولك هو انا مالي اصلا المدرسة دي بتاعتك تروحي ولا لا، انا كده كده مش فارقة معايا. يعني بجد ماما محتاجة تهدى شوية. بس ماشي هقوم، في النهاية انا بنت لذيذة ولازم النهاردة ابقى كيوت، عشان كده لازم اختار اوتفيت يجنن. كمان هجرب ميك اب جديد، بس اهم حاجة الرموش، من غير رموش شكلي بيبقى زي البيضة التعبانة. تمام كده تحفة. دلوقتي بقى اختار الاوتفيت الحلو وبعد كده اكمل الميك اب، حتى لو فاضلي اقل من 10 دقايق. ايه ده، هو فرشة العينيه راحت فين؟ مش مهم بقى وخلاص، هستعمل اي واحدة. مش عارفة بتاعت مين، بس يلا الدنيا ماشية. يلا على الميك اب بسرعة، اصلا محدش هيهتم لو انا اتأخرت شوية. خليها تولع، وبعدين بالعكس ده كده احسن، هيبقى في حصص اقل. انا بعشق الليب جلوس ده، انا جايباه من سيفورا ب50 يورو، والبرفيوم المفضل لازم يتحط كمان عشان تبقى ريحتي تحفة. حاسة اني عايزة اعمل مقلب في رونا دلوقتي. ايه اريانا، انت فين دلوقتي؟ المدرسة بدأت من بدري. الو اريانا، انت على الخط، ردي عليا، هو انت بتتجاهليني؟ الو اريانا، طيب ماشي انا هقفل حالا، انت اللي عايزة كده، سلام. خدي يا حبيبتي قبل ما تنزلي المدرسة كل ده، انا عارفة ان انتي متأخرة بس انتي لازم تاكلي اي حاجة ولا هيغمى عليكي. هو انتي بتهزري يا ماما؟ انا عايزة بانكيك او اي حاجة تانية. ايه ده اصلا؟ انتي عارفة كويس ان انا ما باكلش الحاجات دي. اريانا اياكي تعملي كده تاني، في عيال غريبة معهمش ان هما يجيبوا الحاجات دي وانتي بترمي الاكل. اقول لك على حاجة، يلا روحي على المدرسة، المعدة فاضية مش فارق معايا، يمكن لما تدوخي تعرفي قيمة الاكل. بالعكس ده احسن، انا معايا فلوس على فكرة، هشتري اكل، هجيب شوكولاتة ولا كرواسون ولا اي حاجة. سلام يا ماما. رانيا انت جيتي اخيرا، انا مستنياكي من بدري. بصي اولا كده الحصه الاولى خلصت على فكره، احنا في الفسحه دلوقتي، وثانيا المفروض ان انا متضايقه منك جدا، لان انت بصراحه في التليفون كنت قله ذوق. هو انت عملتي كده ليه اصلا؟ يا رانيا ما تكبريش الموضوع، يعني عادي هزار بين صحاب وخلاص. هو ايه الهزار المقرف ده؟ انا كنت بسالك انت فين وانت بتتجاهليني، ايه اللي يضحك في كده؟ ده ايه الدم التقيل ده؟ يا بنتي ما تاخديش كل حاجه على اعصابك، ما تكبريش كل حاجه لحسن يطقلك عرق. طب بالمناسبه بقى، هو انت ما حضرتيش الحصه الاولى ليه؟ هو انت هربتي؟ لا نمت زيادة وما كانش ليا نفس ان انا اروح. طب الحصة الجاية هتبدأ، يلا بينا بقى عشان ما نتأخرش. يا اريانا خلاصي، المدرس دخل. يا بنتي هاتي بقى، مش قصة، لازم اتأكد الاول ان انا شكلي حلوة وابص في المراية. اه طب مع نفسك بقى، انا عن نفسي داخلة. طبعا كنت متوقعة ايه، روني على طول كده اصلا. اريانا هو انتي مش ملاحظة حاجة؟ لا. ايه قلة الادب والتربية دي؟ على فكرة بقى انتي متأخرة. ايه اللي حصل؟ الحصة الاولى كنت غايبة ودلوقتي جاية متأخرة، وكمان مش بتعتذري. طيب معلش يا ميس، انا اسفة. اسفة؟ طب يلا برا يلا، ما عندكيش ذوق، انا مش هشرح لطلبة قلة الادب ما عندها ذوق زيك، برا الفصل. بجد والله؟ طيب شكرا يا ميس، قرار عظيم بجد. ما تشغلوش بالكم يا ولاد، يلا نبدأ الدرس.
لو سمحتي انا عندي 5 سنين ومش عارفه فين فصلي، ممكن تساعديني؟ معلش، هو انا شكلي مدرسه ولا ايه؟ دوري لوحدك. انتي شكلك اكبر مني وعايشه في المدرسه بقالك كتير، اكيد انتي عارفه انا فصل رقم ب11/4. يا حبيبتي يلا من هنا، ربنا يسهلك، ماليش مزاج اساعدك، دوري على اي حد تاني او اقولك اهربي من الحصه وخلاص زي كده. صدقيني ده احسن بكتير، اقعدي تمشي في الممرات وروقي دماغك. المدرسه اصلا حاجه مرهقه على الاخر. حاجه زعل ان انتي مش عايزه تساعديني، بس انا مش ههرب من المدرسه مهمه، هتساعدني في المستقبل، المفروض انتي كمان تعملي زي كده. بالمناسبة انتي عاملة نفسك ان انتي واثقة من نفسك زيادة عن اللزوم، بس بصراحة انتي تصرفاتك طفولية اكتر مني. ما علينا، سلام، الحمد لله على نعمة العقل. سوري. ايه رونيا، المدرسة كانت عاملة ايه؟ اتعلمتي حاجة بقى بعد كل ده؟ ريانا، الهروب من الحصص ده مش حاجة كويسة، انتي فوتي كل الحصص اللي خدنا فيها دروس. يعني عادي. صدقيني انتي في الاخر هتجيبي درجات وحشة. يا بنتي اهدي بس، هو يعني ما ينفعش اخد بريك شوية؟ انتي بتهربي حرفيا كل يوم. وانتي مالك بقى؟ لو انتي كمان عايزة تهربي قولي، لكن لو لأ سيبيني في حالي. انا مش عايزة اتشكل دلوقتي، تيجي نقعد ونروق شوية؟ ماشي، اهو احسن برضو. اريانا، ممكن نعمل اي حاجة غير الموبايل؟ كنت فاكرة ان احنا نعمل حاجة لطيفة سوا. انتي ايه مشكلتك؟ ما احنا قاعدين مع بعض اهو. امسكي موبايل زيي وخلاص. عشان بصراحة انا كنت عايزة اقعد معاكي، انتي مش مع الموبايل. رونيا، شوفي اللي ظهر لي دلوقتي على الفور يو. ايفر نزلت اغنية جديدة، سمعتيها؟ طبعا، بس اريانا انا قلتلك مليون مرة بيلي هي المغنية المفضلة عندي، نسيتي ولا ايه؟ معلش، اصلا بنسى بسرعة. بس الاغنية الجديدة دي تحفة، مشغلها طول اليوم. بصراحة الاغنية الجديدة حلوة، مع اني اصلا مش طايقة بيلي عشان بتعمل اغاني كئيبة على الاخر، كمان ستايلها مستفز. ازاي تقولي كده؟ انت مش لازم تحبيها، بس الكلام ده قلة ادب على الاخر، هي في الاول وفي الاخر بني ادمة زي اي حد. معلش، ما كنتش اعرف ان انتي فان قوي كده، بس بصراحة انا مش طايقة الفان بتوعها. سوري بقى. انا بجد مش فاهمة اريانا مالها اليومين دول. هي حتى لو مش بتحبها ده مش مبرر ان هي تكون قليلة ذوق، وخصوصا قدامي. انا بحب بيلي قوي حب مش طبيعي، وقلة الاحترام دي مش مقبولة خالص. لو انتوا بتحبوها زي ابعتوا قلب اخضر في الكومنتات. روني، انتي تعرفي صاحبتك فين؟ هي مش عاملة اذن غياب. معلش يا ميس، انا معرفش هي فين، بس هروح ادور عليها. يا ريت، ده لطف منك. ايه ده؟ ريانا بتكلم آسر؟ من امتى اصلا؟ ادخل اكلمها ولا اسيبها؟ لا، انا لازم اروح. ريانا معلش، مش قصدي اقطع عليكم، بس انتوا لازم تروحوا الحصة، المدرسة هي اللي بعتاني. رونيا، قولي للمدرسة ان احنا مش جايين، مش عايزين. لا طبعا ما ينفعش اقول كده، وبعدين من امتى انت بتتكلمي مع آسر؟ ما تمشي بقى من هنا وقولي للمدرسة اللي انا قلتلك عليه. طيب ماشي. تمام، كنا بنقول ايه لما هي اتقطعنا؟ مش شايفة ان احنا المفروض نروح الفصل؟ يا ابني سيبك، الحصة ملل، ان احنا نقعد هنا احسن بكتير. لا، انا لازم اروح الحصة، انا محتاجة درجات كويسة عشان الشهادة. يلا نروح دلوقتي وبعدها نبقى نقعد براحتنا. تمام، عشان خاطرك بس. ايه ده؟ هو الميك اب بتاعي عمل كده ليه؟ شكلي وحش دلوقتي، لازم اظبطه حالا. بس لو خرجت تاني المدرسة هتقتلني، مع ان هو اصلا في حد مهتم. خلاص هخرج برضو، الدنيا بتمشي. ريانا مش تاني بقى، هو ده كلام؟ ارجعي دلوقتي حالا الفصل، انا لازم اتكلم مع اهلها.
مدرسين كتير قوي اشتكوا منها. اخيرا بقيت في البيت. انا بعشق اني ما اروحش المدرسه، واصلا محدش مهتم. دلوقتي بقى هحط اللوز باودر عشان الميك اب بتاعي ما يكتلش، واهم حاجه طبعا الفيكسينج سبراي. الو، مساء الخير، انا مدرسه بتاعه بنتك. انا ميس سعاد. كنت حابه ابلغك ان بنتك اصلا مش في المدرسه، وده مش اول يحصل، ده بيحصل كتير، وانا مش قابله موضوع الهروب من الحصص ده خالص. عشان كده بتصل دلوقتي عشان ابقى بلغتك. ايه؟ لا طبعا مستحيل بنتي تهرب من المدرسه، دي بنت شاطره جدا وبتحب المدرسه، مستحيل تعمل الكلام ده. بجد؟ طب وتفصلي لي ازاي انها مش موجوده دلوقتي؟ وانا بصراحه معرفش هي فين، وده خطر جدا. الهروب مش حاجه مقبوله، لازم تتكلمي معاها او تيجي انتي وهي لميتنج اولياء الامور. بجد؟ طيب تمام، انا راح ادور عليها دلوقتي. اتمنى تكون في البيت، لان هي لو مش موجوده هتبقى مشكله كبيره. ريانا، خمني يا حبيبتي مين كان لسه بيكلمني على التليفون؟ مش عارفه، بس انا لازم امشي دلوقتي. انا بس كنت بظبط الميك اب ودلوقتي رايحه المدرسه فورا. استني عندك يا هانم، احنا لازم نتكلم دلوقتي. ازاي يجي في بالك ان انت تهربي من المدرسه؟ انت بتهزري ولا ايه؟ انا عمري ما كنت اتوقع كده من بنتي. انا كنت فاكره ان المدرسه حاجه مهمه عندك وليها قيمه، وانك عايزه تجيبي درجات. يا ماما، ما هي فعلا مهمه، بس دلوقتي انا مش فاضيه للزعيق ده. انا لازم اروح المدرسه حالا. دلوقتي بقى المدرسه بقت مهمه فجاه. ماشي، سايباكي تمشي، بس خلي بالك انت لسه هتشوفي ايام مش حلوه خالص. تمام؟ لا لا يا ماما، صدقيني مش هيحصل حاجه. هو احنا كده خلصنا الحصص؟ وانتي كمان بتسألي يا بجحة؟ اتمنى تكوني عارفة ان انتي هتتحبسي بعد المدرسة في حصص اضافية، عشان دلوقتي المدرسة خلصت لكل الطلبة الا انتي. ماشي، ولا فارق معايا، كده كده تمام. هي بقت كده؟ طب تعالي معايا. ريانا، انا رايحة البيت بقى، هبقى اكلمك. طيب تمام. اكتبي 100 مرة في المدرسة بتصرف بأدب وبكون لطيفة ومحترمة وبلتزم بالقوانين، فاهمة؟ لو لازم يعني. اتفضلي ترزعي هنا، وإياكي تقومي من مكانك. يوه، انا زهقت خلاص. الحبس بعد المدرسة ده ممل جدا. انا كده كده كتبت كفاية. تعالي يا عروسة المولد، إيه اللي انت لابساه ده؟ ده فستان عادي على فكرة. بقى حاجة وحشة ان انت تتريقي على عيال اصغر منك. خليكي في نفسك قبل ما نبص لغيرك. وبعدين الموضوع بنك اللي باينة دون. ايه فاكرة نفسك فين؟ امال لما كنتش دهون زيادة ينفع نقلي فيكي بطاطس؟ على فكرة انا كمان ممكن اضحك عليكي. لا بجد والله يا حبيبتي، ده اسمه ستايل، على الاقل مش شبه عروسة المولد. روحي بس للمهرجين اللي انت لابساه ده. يا حبيبتي، انا بكره ان انا اتشاكل معاكي، انا مش عايزه كده، بس لازم تفهمي ان الهروب من المدرسه ده مش حل. انت عندك مشاكل نفسيه ولا ايه؟ تعالي كلمي ماما لو في اي حاجه. لا يا ماما، بس انا مش طايقه المدرسه، هي دي كل الحكايه. انا بس عايزه مصلحتك، عايزاكي تنجحي وتوصلي لحاجات كتيره قوي في حياتك. ماشي حاضر، خلاص بقى مش قصه، هروح المدرسه. ماشي، شكرا يا حبيبتي، وانا واثقه فيكي وعارفه المدرسه ممكن تبقى حلوه كمان. بقولك ايه يا ماما، ما تمشي بقى. رونيا جايه. طبعا يا روحي. اسمعيني، في حاجة مهمة حصلت. أسر اللي كنت بتتكلمي معاه قريب. ايه ماله؟ ايه اللي حصل؟ قولي بسرعة. لا هو كويس، بس عمل حاجة، نزل صورة محرجة ليكي على النت والمدرسة كلها شافتها. ايه؟ لا مستحيل، اكيد بتهزري معايا. أسر عمره ما يعمل كده. مش مصدقاني؟ طب بصي بنفسك.